يلا بينا. السلام عليكم، كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم. عارف الجمله اللي بتقول كما تدين تدان؟ اكيد سمعتها كتير ومقتنع بيها، صح؟ بس لو فعلا مقتنع بيها ليه بتعمل حاجات غلط وانت عارف انها تترد لك؟ فاكر لما ضحكت على حد وقلت عادي؟ طب ليه زعلت لما حد ضحك عليك؟ طب فاكر لما استغلت طيبه حد؟ ليه بتشتكي لما حد بيستغلك؟ طب بلاش دي كمان، فاكر لما جرحت حد بكلمه؟ طب ليه بقى وجعتك الكلمه اللي حد قالها لك؟ بص يا صاحبي، الدنيا مش فوضى، واللي هتعمله هيترد لك بنفس الطريقه وبنفس الاحساس. يعني ما تستناش الخير وانت بتأذي، ما تستناش الصدق وانت بتكذب، ما تستناش الاحترام وانت قليل ادب. فكر في كل حاجه انت عملتها واسال نفسك، انت مستعد تترد لك؟ الفكره انها تترد لك، هتترد لك يمكن بكره، يمكن بعده، او بعد سنه، المهم انها تترد لك، هتترد لك، ما تستعجلش. باختصار هتحصد اللي زرعته. طب لو اللي زرعته كان غلط، لو فعلا حسيت انك ظلمت او كذبت او اذيت حد، ايه الحل بقى؟ 1. اعترف باخطائك وما تضحكش على نفسك، لان ده اول خطوه تصلح من نفسك. 2. حاول تصلح الضرر عليه، لو قدرت تعتذر او ترجع حق او تصلح موقف ما تترددش. 3. ابدا ازرع خير، لو زرعت غلط قبل كده تقدر تزرع صح النهارده، وربنا عادل، اللي هتزرعه هتحصده. 4. اتعلم من اللي فات وما تفضلش تقول يا ريت اللي ما جرى مكانه، وركز على اللي جاي. الخلاصه، الموضوع مش انك ما تغلطش، الموضوع انك لما تغلط ما تفضلش تكمل في الغلط. سلام. ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك. سلام.